الأخ علي يقول: شيخنا، لماذا يحقد الفاسدون والسراق والمنحرفون على العفيف الشريف الأمين؟ عزيزي، لأكثر من سبب. الأول هو أن هؤلاء السراق والمنحرفون والفاسدون يشعرون بعقدة نقص، لأنه في قرارة أنفسهم يدرون أن هذا الشريف العفيف هو أفضل منهم، ويعرفون قيمة الشرف والعفة، لذلك يحقدون ويسقطون بالشريف. ومو بس هم، ترى حتى الناس صحيح تهوس لفلان وفلان من الفاسدين، لكن ترى في قرارة أنفسهم هم يعرفون الحقيقة ويعرفون هذا فاسد، لكن مصالح، خلفيات اجتماعية، التملق وغيرها يدفعهم لأن يهوسونه. وإلا الفاسد نفسه يعرف نفسه، وأيضا الناس تعرفه، لكن بالنتيجة السبب الأول هي عقدة النقص اللي يشعر بها الفاسد أو المنحرف من أفضلية الشريف عليه. هذا واحد. ثانيا، اكو سبب اخر يا اخي فضلا عن ذلك. الشريف والعفيف يا اخي الكريم يفضح الفاسد والمنحرف، يعني هو نفسه هذا الفاسد والمنحرف يشعر ان وجود الشريف وشرفه وامانته يفضحه اليه، يميز انحرافه ويميز فساده، لذلك تشوفه يكرهه ويحقد عليه ويسقط به، حتى يحاول انه يضيع بعض الامور، يعني يحاول ان هذا التمييز، هذا الشرف اللي يميزه، يحاول ان يلغيه ويمسحه حتى يحقق شيء من التوازن. وإلا الفاسد والمنحرف أيضا يعرف نفسه.